الست الشاطره ولا الست الناصحه؟ انت يوم اللي تكسب. مره واحده صاحبتي سالتني وقالت لي تفتكري يا نانسي الست الجدعه حماله الاسيه هي اللي تكسب ولا الست اللي ما بتعرفش تعمل حاجه ومعتمده على جوزها طول الوقت هي اللي تكسب؟ والله دي مشكله عويصه وسؤال مصيري لينا كلنا احنا يا ستات. عشان اجاوب على السؤال ده هحكي لكم حكايه سمعتها زمان وانت هتعرفي الاجابه في الاخر. كان في راجل متجوز 2. والله مش عارفه بيعملوها ازاي. المهم الاولانيه جدعه و100 راجل وبتعرف تعمل كل حاجه وعمرها ما طلبت مساعده ولا حتى شايلت جوزها همها خالص. بس التانية على طول مصدره انها خايبه ولخمه وطول الوقت عماله تقول له ما بعرفش ساعدني حتى لو كانت بتعرف. وفي يوم الراجل جوز الاتنين جاله عقد عمل بره البلد بس كان في مشكله انه مش هينفع ياخد معاه غير زوجه واحده بس. ما هو مش هارون الرشيد بقى هيسافر ومعاه مراتاته، هو كان لازم يختار. تفتكروا اختار مين؟ بعد ما فكر شويه جمعهم هما الاثنين وقال للاولانيه الشاطره اللي عمرها ما اشتكت انت ما تخافش عليكي، اما الثانيه دي خايبه ولخمه وبتغرق في شبر ميه عشان كده لازم اخدها معايا، دي هتحتاس من غيري. اما انت يا حبيبتي جدعه وشاطره وب100 راجل خليكي هنا وهتعرفي تدبري امورك وكمان هتخلي بالك من ماما والعيال. اعتقد كده تبقوا عرفتوا الاجابه مش كده؟ هستنى رايكم في الكومنتس وهكون مبسوطه لو شيرتوا معايا قصصكم وهو كلنا نستفيد.